بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح شفنا منتخب مصر مع منتخب أنجولا في مباراة مملة إلى حد ما، إلا في بعض فتراتها زادها ملل المعلق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، واللي بيعلق في حتت تانية خالص ملوش دعوة بالماتش. ساعات بتصادف معاه وبيقول حاجة تكون ماشية مع الماتش بس مش كتير يعني. امبارح كانت المباراة يعني بنسبة كبيرة جدا كشفت بعض اللعيبة، كشفت ان اللعيبة اللي كانت موجودة امبارح الفوارق بينها وبين اللعيبة الأساسية كبيرة قوي، مع ان المفروض الفوارق تبقى قريبة. التمس العذر لكابتن حسام حسن ان دي القماشة اللي عندنا، بس كان ممكن في بعض المراكز كان يبقى فيها اختيارات احسن من كده. يعني مصطفى فتحي ما ينفعش بديل محمد صلاح على الاطلاق. مصطفى فتحي بيلعب بديل لقطة في بيراميدز، فاسيب الاساسي واجيب البديل. لغز، ده لغز. صلاح محسن ما ينفعش يمثل هجوم منتخب مصر. كان عندك ممكن تجيب مروان حمدي. انا راجل اهلاوي اهو، بس ماليش دعوه باهلي وزمالك دلوقتي، انا بتكلم في مصلحه منتخب مصر. كان ممكن تجيب مروان حمدي. مروان حمدي لاعب مقاتل بجد. مروان حمدي بيخش في المدافعين والمدافعين بيخش فيه وبيكسر وبيدعم. لا، فت غير صلاح محسن خالص. طبعا ابراهيم عادل لغز كبير بالنسبه لي. ابراهيم عادل كان لعيب، كان احسن لاعب في مصر في من سنه ونص او سنه او سنه كمان، لسه نهايه الموسم اللي فات. ابراهيم عادل كان من احسن لعيبه في مصر. مستوى غريب جدا لابراهيم عادل من بعد ما راح الامارات. ويا ريت اي لعيب جاي له الامارات او قطر يفكر كويس. القصه مش قصه فلوس بس، انت عايز تبقى موجود دايما، عايز تبقى موجود في منتخب مصر، عايز تبقى موجود على الساحه. فمش اول ما يجي لك قطر او الامارات عشان خاطر قرشين زياده تجري. الدوريات هناك مش قويه، مفيش منافسه قويه جدا بين الانديه هناك. فيا ريت اللعيبه تفكر تروح قطر والامارات امتى وانت هتبطل. تمام. فكابتن حسام حسن الاستفاده امبارح من المباراه كان مصطفى شوبير ومصطفى محمد. يمكن هم دول اللي فادونا امبارح شويه. منتخب مصر ان شاء الله في فتره التوقف الدولي اللي جاي ان شاء الله احتمال كبير قوي ان شاء الله، يعني في مشروع ان هو يلاعب السعوديه واسبانيا في قطر. يعني في هيتعمل زي دوره صغيره كده، هيكون متواجد فيها السعوديه واسبانيا، ولسه في فريق رابع كمان. ان شاء الله الموضوع معروض على منتخب مصر. هنشوف موافقه كابتن حسام حسن الاول، وان شاء الله كابتن حسام حسن يوافق، لان ده تبقى اخر فرصه قبل السفر لامريكا ان شاء الله. وفي برضه الشركه الراعيه بتحاول تخلص برضه مع البرازيل وامريكا في امريكا اثناء معسكر منتخب مصر هناك. فان شاء الله الامور تمشي وكابتن حسام حسن يخش بقى تجارب كويسه، حتى لو هتتغلب مش مشكله. بس احتكاك قوي جدا للعيبه قبل كاس العالم، احتكاك قوي جدا للعيبه، يفوق ويصحصح ويعرفك اخطائك فين، ويشوف الدنيا عندك يعني ايه اللي محتاج يتصلح وايه اللي محتاج يتداس عليه شويه. وان شاء الله تعمل التوليفه الصح وتروح بيها كاس العالم. مش عايزين كل مره يبقى تمثيل مشرف ونخرج. لا، احنا وحتى ما فيش مشرف، حتى مفيش تمثيل مشرف. بس اخر كاس عالم دخلناه كان 2018، خارجين من غير ولا نقطه، صفر نقط. فاتمنى ان المره الجايه ان شاء الله البطوله الجايه ان احنا يكون في ان شاء الله بلان محطوطه من كابتن حسام حسن، ونعدي بقى دور المجموعات. نعدي دور المجموعات نحطها يمين. يعني يا كابتن حسام ان شاء الله انت كنت نجم منتخب مصر 90، فان شاء الله تبقى انت نجم كاس العالم اللي جاي ان شاء الله، وانت المدير الفني لمنتخب مصر. الراجل متسبي مش ناوي يجيب البر مع مصر ومع الكره المصريه. الراجل ده مش عارف، يعني هو مفيش حد بيجي الاتحاد الافريقي حد كويس. كله لازم يبقى فاسد، كله لازم يعمل لمصلحه بلده بس، كله لازم يعمل لمصلحه المام. يعني الراجل امبارح طبعا شاف ماتش مصر مع جنوب افريقيا، كانت الجماهير كلها بتشجع منتخب مصر قدام منتخب جنوب افريقيا. فالراجل قال لك لا، طب انا هروح احضر ماتش جنوب افريقيا والملعب فاضي؟ كسفه. راح واخد امبارح قرار غريب جدا قبل المباراتين، خلى مباراه جنوب افريقيا مع زيمبابوي بدون جماهير، بدون تذاكر، الدخول مجانا للجماهير. وعمل مباراه مصر مع انجولا بتذاكر، ولو هتتعمل من غير تذاكر يبقى بعد نص ساعه من بدايه المباراه. عشان كده ماتش امبارح مصر امبارح ما كانش فيه جمهور وكانت الدنيا كانت فاضيه. يعني راجل يعني، يا اخي مش عارف والله، الواحد مش عايز يغلط في حد.
بس انت راجل يعني طلعت برضو يعني نص لبه زيك زي اللي سبقك. محمد احمد ده كان طالع، ولا احمد ده كان طالع بفضايح، فضايح. انت شكلك كده برضه هتطلع بفضيحه ان شاء الله يا متسبي. يا متسبي اللي بتشتغل صن داونز وجنوب افريقيا بس، ومش مهم افريقيا. دوري مجموعات بيتلعب من غير فار، وحاجه تقرف، حاجه تقرف، نتائج بتتظبط وحاجه تقرف، وحكام على الكيف. فان شاء الله ان تغور في 60 داهيه زي اللي سبقك. انك عشان تعمل حركه زي دي امبارح، انا راجل مصري، عشان تعمل حركه زي دي امبارح فانت راجل مش محترم. نروح لرجوبه، واحد مش محترم تاني اسمه رجوبه ولا رجوب ولا ما اعرفش ايا كان طلع قبل كده اتهكم على النادي الاهلي وانقذه اسامه ابو علي من النادي الاهلي، واسامه ابو علي بينتهي في النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي كان اصلا الموضوع كان موضوع تفاوض. كولومبوس عايزه بقرش وانا عايز قرشين، وكان موضوع تفاوض والسكه كانت رايحه جايه. ايه اللي انقذه اسامه ابو علي؟ انقذه منين يا عم انت؟ دلوقتي طلع بتتهكم على امين عمر والتحكيم المصري، وتوصف ايه امين عمر بالخسه. هو والله هو كل واحد عارفين مين الخسيس. احنا كمصريين عارفين مين الخسيس. اما توصف امين عمر بالخسه، امين عمر عشان مباراه فلسطين والسعوديه، امين عمر الاتحاد العربي اشاد بيه في المباراه دي بالذات، يبقى انت راجل عندك مشكله. انت عندك مشكله، انت كراجل ما اعرفش انت بتكره مصر، بتكره المصريين ولا بتكره مصر ولا ايه حكايتك من جوه؟ ولا انت اصلا مش فلسطيني ولا ايه حكايتك؟ انا مش فاهم. يعني مش عايز ارميك باي تهمه والله، مش عايز، ما بتهمش حد والله، بس يعني في حاجه مش مظبوطه، ان كل اي حاجه ليها علاقه بمصر تطلع تخبط كده. وبين الاتحاد المصري امبارح هو رد عليه، بس انا اسف، ده مش رد. الراجل ده كان لازم يترد عليه بقوه، كان لازم يتقال اسم امين عمر في البيان، ويتقال كده فيما معناه ان امين عمر جزمته برقبه 10 مش عارف منين. لا، كان لازم يترد بقوه. الراجل اهان التحكيم المصري واهان امين عمر باسمه وباسم التحكيم المصري، قال الحكم المصري امين عمر. يبقى كان لازم انت لما تيجي تتكلم بنفس اللهجه، ما ينفعش تنزل انت في الواطي. ده بالعكس، انت الاتحاد المصري لكره القدم كان لازم تطلع فوق، تبقى عالي قوي. انما انت بتدي من تحت كده، في ايه؟ انت هتحافظ على العلاقات عشان خاطر واحد زي ده، وتخليه يركب بزياده، وتخليه يهين بزياده. ما المره الجايه بقى هيبقى في اهانه اكتر من كده. لان قبل كده الاهلي برضو لما رد بمياعه، او ميوعه، بلاش مياعه، سوري انا اسف، رد بميوعه. فكان الرد ما كانش قوي على الراجل ده، فالراجل بيتمادى، فكان لازم الرد يبقى قوي. فرد ضعيف جدا من الاتحاد المصري بصراحه. اتمنى يبقى في الفتره الجايه الردود تبقى على نفس اللهجه او اعلى، بكل ادب واحترام طبعا. يعني احنا نرد برضه، احنا بنرد بثقافتنا احنا وباسلوبنا احنا وبعاداتنا احنا، بس لازم الرد يبقى اللهجه قويه، مش ما تغلطش بس اللهجه تبقى قويه. نروح ل ترب. امبارح احنا قلنا في اجتماع امبارح ما بين ترب وما بين كابتن سلام حفيظ وكابتن وليد صلاح الدين مع كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كنا قايلين انه هيرجع بس ما رجعش، وكان الاجتماع هيبقى زوم. ياس ترب امبارح اجل الاجتماع لحد بعد مباراه المقاولين، عشان خاطر برضو يبقى القرار نهائي. وان شاء الله الاجتماع هيبقى الاربع، يا الاربع بعد المباراه يا اما الخميس، عشان يحسم كل حاجه، يحسم الامور كلها. يستر في 3 4 لعيبه خلاص هو مش عايزهم، خلاص هو في 4 لعيبه هو خلاص مش عايزهم، خلاص الكلام فيهم خلصان. اشرف داري، شريف، جراديشار، دول خلاص هو مش عايزهم، ما فيهمش تجارب تاني. خلاص هم 3 دول خلاص، دول خلاص، انا دول مش معايا. الرابع بقى مين؟ الاستاذ قفشه، كابتن قفشه صاحب القضيه، اللي اتقال له العب مباراه المقاولين مع الشباب رفض. قال لك انا ما العبش مباراه الرابطه، ما العبش مع الولاد الصغيرين عشان ما اشيلش الليله، النادي الفريق يتهزم ولا حاجه واشيل الليله. طب ما يا عم، ما حسين الشحات لعب ماتش غزل المحله وكان كابتن الفرقه والدنيا كانت ماشيه زي الفل واتغلبنا وطلعنا اشدنا بالناس كلها. ما تلعب يا عم مع الولاد الصغيرين، ما انت راجع من اصابه اصلا.
فقفشه يعني لما اعترض امبارح الراجل قال لك خلاص هو كده كده اصلا مش في حساباتي اصلا، ولما اقول له تعالى جربك يقول لي لا، فخلاص قفشه كمان خلاص بنسبه كبيره بره. يستر ان شاء الله بكره هيلعب بالفريق كامل من الشباب امام المقاولين، هيلعب بفريق كامل من الشباب. خلاص هو اقتنع بالمجموعه اللي هي لعبت مباراه كاس مصر، ان هو خلاص هو يعني هم الاربعه اللي قلت لك عليهم دول هو يستر خلاص بشكل نهائي، بس لسه في كلام مع كابتن محمود الخطيب لما يقعدوا ويتكلموا. ان شاء الله كابتن محمود الخطيب يرجع على يوم الاربعاء اللي هو بكره ان شاء الله، وان شاء الله يقعدوا، فهيبقى في كلام تاني. انا قلت لك في 10 لعيبه او 11 لعيبه مش عايزهم، ففي كلام تاني لسه، بس هم الاربعه دول خلاص. فهنشوف الاجتماع ان شاء الله بعد المباراه بكره او الخميس بنسبه كبيره هيخلص على ايه. حامد حمدان كان قلت لك ان المهله كانت لحد يوم الاثنين عشان خاطر الزمالك جاي او مش جاي. خلاص المهله خلصت والزمالك ما جاش. يمكن محمود اكد كلامنا امبارح ان في مهله لنادي الزمالك لحد يوم الاثنين وخلصت. انا قلت لك الكلام ده، قلت لك حاجه من الاثنين، يعني يا بتروجيت عايز الزمالك عشان ما يتقالش ان الزمالك كان مقدم وكان في كلمه مع بتروجيت وبتروجيت ما وفاش، ومن ناحيه ثانيه ممكن يكون بيدي لنفسه فرصه يمكن يجي له عروض ثانيه. في عروض لحامد حمدان، في بيراميدز، في عرضين من ليبيا وعرض من قطر. بس ان شاء الله بنسبه كبيره، وده الكلام اللي قاله سمير الحاوي وكيل اللاعب، ان بنسبه كبيره هو العرض الاكبر من داخل مصر عرض بيراميدز، بس ان شاء الله الموضوع محسوم للنادي الاهلي. وان شاء الله النهارده بكره على يوم الخميس ان شاء الله في خلال 48 ساعه دول ان شاء الله حامد حمدان يكون مخلص كل حاجه في النادي الاهلي ومتأيد، لان خلاص القيد هيفتح بعد بكره الصبح ان شاء الله، هينتهي يوم 8/2. الاتحاد المصري اعلن النهارده الكلام ده، فان شاء الله حامد حمدان يوم الخميس ان شاء الله يكون كل حاجه خلصانه، ويكون حامد حمدان متصور ونسمع السرينه في حامد حمدان. نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ احنا قلنا في مدافع افريقي تحت السن بيلعب في شمال افريقيا، طبعا لسه برضه ما اتقالش اسمه ايه، بس خلاص هو مستر ستروب بيتقال ان هو وافق، وكابتن سيد عبد الحفيظ هيسافر عشان يخلص الصفقه. وفي 2 مدافعين كمان محليين قلنا عليهم قبل كده، من ضمنهم قلنا مدافع دولي غالبا هو يعني في النادي الاهلي بيتقال مدافع دولي، بس ما فيش قدامي على الساحه غير خالد صبحي اللي كان بيلعب مع منتخب مصر امبارح. شفنا امبارح جون ادوارد البيان اللي عمله قلب الدنيا امبارح بالليل الساعه 1 امبارح بالليل. كان في اجتماع الاول قبل البيان، كان في اجتماع لمجلس اداره نادي الزمالك. الاجتماع اتاخد ان هيطلع قرار باقاله كابتن احمد رؤوف، خصوصا بعد التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الزمالك مع البلديه بخصوص بنتاج وبخصوص الصفقات وبخصوص ايقاف القيد وبخصوص اللعيبه اللي بتفسخ. فالكلام ما عجبش اداره الزمالك مع طبعا تدني المستوى، فاخذوا قرار باقاله احمد رؤوف. وكان المفروض ان القرار ده كان يعني هيصدر برضه في خلال يوم او 2. برضه كان في قرار تاني بان الفلوس اللي جايه احنا هندفعها كمستحقات للعيبه اللي موجوده، مش هنجيب لعيبه جديده. هنبيع 2 لعيبه او 3 لعيبه، ممكن بزيرة، ممكن سبع مجيد، ممكن حد تاني معاهم ناصر ماهر، ناصر منسي. هنبيع لعيبه عشان نوفر فلوس المستحقات بتاعت اللعيبه اللي موجوده، بدل ما اللعيبه عماله تفسخ عقد ورا الثاني وكله بعد كده هيطلع على الفيفا. ففي تفكير في نادي الزمالك ان احنا هنعمل ان شاء الله الفتره الجايه هنبيع ونسد، مفيش رفع قيد، مش هنجيب لعيبه جديده. فطبعا الكلام مش على هو مين؟ مستر جون ادوارد، لان هو اصلا ما بياخدش مرتب، هو اصلا شغلته في الزمالك كده، هو وكيل، هبيع وهشتري وبتاع، وهو ده النسبه بتاعتي هاخدها، هو ده المقابل بتاعه. في المقابل حاطط شرط جزاء 2 مليون دولار. فالراجل امبارح سلم الاداره للجمهور، سلم مجلس اداره للجمهور، قال لهم انا ماليش دعوه، في فلوس جت وفلوس اتصرفت وفلوس راحت وفلوس جت. وكانت ناس كانت قايله هتدعم ما دعمتش، وناس كانت قايله هتدعم مش عارف 700 مليون و800 مليون، دعم ب 35 مليون. امبارح بيان صفحتين نازل امبارح
بخلفيه نادي الزمالك او بالعلامه المائيه نادي الزمالك. فامبارح قال كلام كتير قوي في البيان. البيان طول جدا طبعا، ما ينفعش اقراه لك. قال كلام كبير كلام كبير وكلام كتير جدا في البيان. سلم اداره تسليم اهالي للجمهور. النهارده الصبح كانت في جلسه مع جون ادوارد مع مجلس الزمالك والاداره الفنيه في نادي الزمالك، فتحوا معاه موضوع احمد رؤوف، قال لهم لا اسف، احمد رؤوف مكمل طبعا وكلمته هتمشي، لان العقود بتقول كده. مجلس الاداره مش قادر يفتح بقه مع جون ادوارد، مع احترامنا طبعا ليهم، بس هو دي الشروط، هي دي هو ده العقد. انا اللي اقول كل حاجه واعيد كل حاجه، وانا اللي اقول الدنيا تمشي ازاي. بالمناسبه كان الاتفاق في مجلس الاداره كان بين اسمين اللي هيقود تدريب نادي الزمالك. خالد جلال رقم 1، كابتن طارق مصطفى كان رقم 2. بس بعد ما كابتن طارق مصطفى فسخ عقده امبارح في ليبيا، من هو الراجل سابهم ومشي، فالامور كلها بقت حوالين كابتن طارق مصطفى. السبوت كله بقى على كابتن طارق مصطفى، لان هل كابتن طارق مصطفى فسخ عقده عشان حد من الزمالك كلمه؟ فهي بانت كده ان ممكن كابتن طارق مصطفى هو اللي يمسك الزمالك. بس بعد موقف جون ادوارد امبارح، هل 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 هنشوف جون ادوارد هيعمل ايه مع الزمالك؟ اتمنى يكون الفيديو عجبك، اتمنى تعمل اشتراك، ما تنساش اللايك، ما تنساش تشير الحلقه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، سلام عليكم.